السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. اليوم قصتنا عن أكبر مهرب مخدرات في السعودية. تم القبض عليه وحكم بالقصاص وقدر أنه يهرب من السجون السعودية. بداية القصة، هذا شخص اسمه جروان امتهن تهريب وترويج المخدرات في الأراضي السعودية، وقدر أنه يجمع مال ما هو بسيط نتيجة أعماله الإجرامية، وكان ما عنده لا شغل ولا مشغلة، شغلته فقط التهريب والترويج. كان شغل جروان وتهريبه داخل السعودية. وفي يوم من الأيام جاه تاجر من كبار تجار المخدرات وعرض على جروان عرض، قال بيك تجيب لي من اليمن كمية كبيرة من الحشيش تهربها لي بمبلغ كبير جدا. طبعا جروان ما شاور، وافق على طول. قرر جروان انه يهرب هذه الكمية، وبالفعل اخذ الشاص وتوجه الى اليمن، ودخل وتوجه الى تاجر المخدرات اليمني واتفق معه على تسليم الحمولة، واتفق معه على كل شيء. طبعا الحمولة كانت طن. حملوا الشاص وتوجه جروان الى الحدود السعودية. قدر جروان انه يتخطى الحدود السعودية، واول ما دخل الحدود السعودية بدأوا يطاردونه حرس الحدود، لكن فترة بسيطة وضيعهم. اول ما ضيعهم والموتر اللي مع جروان يغرس، طبعا شاص، والشاص محمل طن كامل من الحشيش، فالحمولة زايدة والموتر مدقر بطنه كله. فما عند جروان خيارات ثانية. خيارها الوحيد واللي يستخدم كل مهرب انه يطلع جركة البنزين ويصب على السيارة ويشوف فيها نار. فعلا جروان سوى هذه الطريقة. كان هدف جروان من الحركة هذه انه يخفي اي دليل يدينه، لكن الحركة هذه ما تمشي على السلطات السعودية. قدروا انهم يمسكونه، وقدروا انهم يعرفون كمية الحشيش اللي معه، واعترف هو بكل شيء. فحكم عليه الشيخ بالقصاص. ودوه السجن الين يحددون موعد قصاصه. وكان جروان يملك راس مال كبير جدا، وقرر جروان انه يصرف الاموال هذه كلها في السجن. فالسجن تعرف جروان على شخص اسمه هادي، وصار بين جروان وهادي صداقة قوية جدا. وكان الفرق بين جروان وهادي ان جروان محكوم بالقصاص، وهادي بعد فترة بسيطة بيطلع لان قضيته تعاطي. استمرت علاقتهم مع بعض. يوم ما بقى الا شهر على خروج هادي من السجن، جاه جروان قال يا هادي ما ودك تهربني من السجن؟ قال كيف اهربك وانت تشوف الحراسات وتشوف العالم؟ قال ما عليك، انا متفق مع اخوي حمد اني بسوي نفسي في يوم مريض، فبيطلعوني اكيد المستشفى خارجي. اذا طلعوني للمستشفى الكبير ابيكم توقفون الرياجيل وتطلعوني من بينهم. وش قلت يا هادي؟ وكان المبلغ كبير جدا. طبعا هادي وافق على طول. مرت الايام وطلع هادي من السجن، وبعد طلوعه من السجن توجه الى حمد اخو جروان واتفق معه، وراحوا شرالهم شاص. وهادي فعلا في اليوم الموعود سوى نفسه مريض، وطلعوه وجهوه الى المستشفى الكبير. هادي وحمد مترصدين لسيارة السجناء اللي بتنقل جروان للمستشفى الكبير، وبالفعل شافوها قدامهم واعترضوها، وصار بينهم بين العسكر اطلاق نار، وقدروا انهم يخلصون جروان. وكان هدفهم انهم يقطعون الحدود السعودية يتوجهون الى اليمن. ركبوا الشاص، وكان السواق هادي والمعاون جروان، وكان حمد اخو جروان في الصندوق ومع رشاش، فيبادل العسكر باطلاق النار. وهادي كان سواق محترف جدا، قدر انه يقطع بهم الحدود السعودية ويدخلهم اليمن. اول ما دخلوا اليمن اعترض لهم جرف وضربوه وقلبوه. اول ما توفى حمد كان في الصندوق توفى على طول. اما هادي وجروان قدروا انهم يطلعون من السيارة ويهربون الى قرية يمنية جنبهم. كانت القرية على الحدود السعودية. اهل القرية زبنوهم، ومن قرية في قرية لين اختفوا عن الانظار فترة طويلة جدا. وفي عام 2005 تم القبض عليهم من السلطات اليمنية، وتم تسليمهم للسلطات السعودية، وتم تنفيذ حكم القصاص فيهم عام 2005. وانتهت قصتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.